متابعينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. وسيكون الحديث في هذا الفيديو عن جديد نايف أجرد، رضا بالحيان وحكيم زياش وكثير من التفاصيل الشيقة، فتابعوا الفيديو حتى النهاية. والبداية ستكون مع قائد المنظومة الدفاعية للمنتخب المغربي الأنيق والمجتهد نايف أجرد، الذي غاب عن مباراة فريقه ريال سوسيداد ضد نادي سيلتا فيغو، والتي انتصر فيها هذا الأخير بثنائية. ونايف كان ضمن التشكيل المقرر خوض هذه المباراة، لكن شعوره ببعض الانزعاجات قبل بدايتها جعلته يعتذر عن خوضها. وخسرت النادي الباسكي بعد سلسلة من النتائج الإيجابية تؤكد مرة أخرى قيمة المدافع المغربي وتأثيره على منظومة إيمانويل ألغواسيل، الذي لطالما أشاد به في خرجاته الإعلامية. وكما يقال: وصائب قوم عند قوم فوائد. صحيح، لا نريد غياب نايف أجرد عن المباريات، لكن في بعض الأحيان هذا الغياب يبين للآخرين من أنت وما هي قيمتك داخل الفريق. وقد تأكد الآن بأن أجرد له وزنه الخاص في تشكيلة ريال سوسيداد باعتراف الصحافة الإسبانية. انظروا ماذا عنونت صحيفة ماركا الغنية عن التعريف: زوبيميندي وأجرد يتركان فراغا واضحا. وفي تفاصيل المقال أكدوا معاناة الثنائي الذي عوض أجرد وزوبيميندي، لكن ما شد انتباهي أكثر هو ما كتب في خاتمة المقال، وسأستعرضه عليكم بالحرف الواحد. الحقيقة أنه بسبب خسارة نايف أجرد قدم ريال سوسيداد أسوأ مباراة له منذ مدة طويلة، إن لم نقل ربما خلال الموسم بأكمله. وهذا ما يجعل النادي لا يحتل المراتب الأولى المؤهلة للمسابقات الأوروبية في نهاية النصف الأول من الموسم. إذا متابعينا الكرام، بعد هذه الخسارة النادي الباسكي يحتل الرتبة السابعة، ولكن المدافع المغربي أثبت قيمته هذا الموسم، وحتى عند غيابه أسهمه في ارتفاع متواصل، بدليل ما كتب في صحيفة ماركا وتقييم لمستواه المبهر في النصف الأول من الموسم، وتحديدا في مسابقة لا ليغا الإسبانية. حصل على تنقيط إجمالي يساوي 7.19، كما لعب 13 مباراة من أصل 18، وهذا يؤكد بأن معدل تنافسيته مرتفع جدا، وبهذا التنقيط يتفوق على أحسن المدافعين في لا ليغا الإسبانية. فمثلا لا يختلف اثنان على تألق الشاب الصغير باو كوبارسي، لكنه تحصل على تنقيط 6.94 فقط. كما تفوق على أحسن مدافع في العالم الألماني أنطونيو روديغير، الذي حصل على نقطة 7.15 في 17 مباراة. إذا متابعينا الكرام، رغم غيابه عن هذه المباراة بسبب بعض الانزعاجات، إلا أن أجرد نجده في المجمل العام لعب 18 مباراة، بينما في الموسم الماضي لعب 28 مباراة في الموسم بأكمله. وهذا يزكي المعطيات التي تقول بأن لياقة نايف أجرد في تحسن واضح هذا الموسم، وآمل أن يستمر بهذا الرتم إلى غاية نهاية الموسم، لأنه بهكذا استمرارية سينتقل لناد أكثر قيمة من ريال سوسيداد، رغم أنني متأكد بأن نادي وست هام سيحاول استغلال هذا التألق للمطالبة بمبالغ فلكية، مما سيؤدي لعرقلة انتقاله في الميركاتو الصيفي المقبل. ومن هنا ننتقل لرضا بالحيان. حقيقة نادرا ما أتابع مباريات هذا الموهوب، رغم الضجة التي أحدثها في الصحافة الإيطالية، ما أدى إلى ارتفاع قيمته التسويقية لتصل ل10 ملايين يورو. مع العلم فريقه هيلاس فيرونا يعاني في أسفل الترتيب، وعند متابعتي لما قدمه ضد العملاق الإيطالي أسي ميلانو جعلني أتأكد بأن هذا المبدع سيذهب بعيدا في مشواره الكروي. 20 عاما وفقط، لكن طريقة مداعبته للكرة تؤكد على أن رضا بالحيان خلق ليمارس كرة القدم. يملك لمسة ساحرة مع لياقة بدنية رهيبة، وبمعنى أدق هو خليط أو مزيج بين عز الدين أناحي عندما يكون في القمة وسفيان أمرابط. صحيح لم يحظى بفرصة كاملة مع المنتخب المغربي، لكن أنا جد متأكد سيقول كلمته في المستقبل القريب. فقط يجب على وليد أن يمنح الثقة الكاملة لهذا الفتى الواعد، لأنه من غير المقبول أن يلعب 9 دقائق وفقط مع المنتخب الوطني من أصل 4 مباريات كاملة. هذا دون الحديث على الطريقة التي استدعي بها مؤخرا في آخر تربص إعدادي، حيث جاء كمعوض لأمير ريتشاردسون، ومع ذلك لم يلعب أي دقيقة. عموما هذا فيما يخص تواجده مع المنتخب المغربي. أما فيما يخص انتقاله في الميركاتو الشتوي فقد تحدثت عنه عديد من الصحف،
فسنبدأ بجريدة بينتا ميلانو التي عنونت مقالا لها بالعنوان التالي: بالحيان مراقب. وفي تفاصيل المقال أكدوا أن ميلان يراقبون بالحيان ويسعون لخطفه في الميركاتو الشتوي، خاصة وأنهم يملكون علاقة جيدة مع نادي هيلاس فيرونا. وفي نفس الاتجاه أكدت صحيفة فوتبوم أن المغربي رضا بالحيان هو الهدف الأول لنادي ميلانو الإيطالي. وفي تفاصيل المقال أكدت الصحيفة أن إدارة الروسونيري بالفعل بدأت في المفاوضات مع وكيل اللاعب المغربي، وصفة إياه بلاعب خط الوسط الذي يتمتع بصفات ممتازة في بناء اللعب. كما أكدت أيضا أنه هناك منافسة قوية على اللاعب المغربي من الأندية الإيطالية. وقد كان هناك الحديث أيضا عن اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا باللاعب المغربي، وعن رأيي الشخصي هذا هو النادي الوحيد الذي لا أريد أن ينتقل له رضا بالحيان، لأنه بمثابة مقبرة لنجوم المنتخب المغربي. صحيح يقدمون موسما جيدا إلى حدود اللحظة ويملكون مدربا رائعا وهو الإيطالي ديزيربي، لكن كبيئة النادي الفرنسي لا يناسب بتاتا أسلوب اللاعب المغربي، لذلك الانتقال لهذا النادي يعتبر بمثابة خطوة للوراء. وفي سياق هذه الاهتمامات أكد رضا بالحيان في تصريح صحفي بأنه حاليا لا يفكر في أي شيء، فقط يركز مع فريقه هيلاس فيرونا، وأعتقد بأنه أدلى بهذا التصريح من أجل إبعاد الأضواء. أما في الواقع بالحيان سيغادر النادي الإيطالي بنسبة كبيرة في هذا الميركاتو، بدليل قبل شهر فقط اعترف مسؤول في النادي الإيطالي أنهم يرحبون بفكرة بيع النجم المغربي، وسياستهم قائمة على شراء اللاعبين والاستثمار فيهم. وكما نعلم رضا بالحيان هو أغلى لاعب في نادي هيلاس فيرونا، وبالتالي هو بمثابة كنز حقيقي لهذا النادي، حيث تم شراؤه ب500 ألف يورو، والآن سيتم بيعه بمبلغ يفوق 10 ملايين يورو. لذلك قلت بأن رضا بالحيان سينتقل في الميركاتو الشتوي. ومن هنا ننتقل لجديد حكيم زياش، حيث رسميا للمرة الثانية تواليا يتم استبعاده من قائمة الفريق، ما يؤكد بأنه سينتقل لفريق جديد في هذا الميركاتو الشتوي. وفي نفس السياق أكدت صحيفة فوت ميركاتو وكذلك عديد من الجرائد التركية أن نادي جالاتا سيسهل عملية خروجه من النادي في هذا الميركاتو. وكتبت بعض المواقع أو المنابر المحلية أن المدرب أوكان بوروك رد على زياش باستبعاده من قائمة الفريق، لكن الصحفي التركي هالوك يوركلي نفى هذا كليا، وأكد بأن إدارة الفريق التركي هي من سمحت للدول المغربي بالتفاوض مع الأندية التي تريد استقطابه في هذا الميركاتو، ما جعل مدرب الفريق يستغني عنه نهائيا، لأنه يعلم جيدا بأن مرحلة زياش مع نادي جالاتا انتهت كليا وسيغادر في هذا الميركاتو الشتوي. ومن خلال الحديث عن حكيم زياش في الآونة الأخيرة لاحظت بأن عديد من المتابعين ما زالوا يفضلون تواجده مع المنتخب الوطني المغربي، ويعتقدون بأنه بإمكانه تقديم الإضافة، بينما بالمقابل هناك فئة قليلة تؤكد بأن زياش انتهى ولا يستحق التواجد في قائمة الأسود. إذا وصلت إلى هذه الفقرة من الفيديو اكتب لنا في خانة التعليقات هل تعتقد بأنه بإمكان زياش تقديم المساعدة للمنتخب الوطني. وإلى هنا وصلنا للختام، كلمة تحفيزية منكم في صندوق التعليقات تشجعنا على بذل مزيدا من المجهودات، وشكرا لكم على متابعة الفيديو حتى النهاية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.